السلام عليكم. الفيديو ده هجاوبكم على معظم الاستفسارات اللي كانت بتتبعت لي، كتب لي في الكومنتس هنا على بخصوص الفيديوهات بتاعه كلينيكال وصيدله، وادخل كلينيكال ولا ادخل صيدله جنرال، وكل التفاصيل بتاعه التقديم وكل الكلام ده. فبرضه لو انتوا لسه عندكم اي استفسارات تانية اكتبوها لي في الكومنتس على الفيديو ده، وانا هرد عليكم في اقرب وقت ان شاء الله. اول سؤال كان حد بيقول لي هو ينفع خريج صيدله كلينيكال يشتغل في تصنيع الادويه؟ زي ما قلت لكم ان خريج صيدله كلينيكال بيكون مفتوح له كل مجالات صيدله جنرال بالاضافه لشغل الكلينيكال، فبالتالي تصنيع الادويه عادي بيقوم بيها سواء حد خريج صيدله كلينيكال او خريج صيدله جنرال، لان احنا الاثنين بناخد تفاصيل عن الادويه والتصنيع بتاعها وازاي بيتم البروسيجرز بتاعتها بالتفصيل. فلو حد مهتم ان هو بعد ما يتخرج من صيدله كلينيكال يشتغل في التصنيع الدوائي، فده اوبشن متاح ليه عادي ومفيش فيه اي مشكله. في حد تاني برضو كان بيسالني لو هي اتخرجت من صيدله كلينيكال وحابه انها بعدين تشتغل في مجال الكوزماتكس، هل دي حاجه اوبشن متاح ليها ولا لا؟ عايزه اقول لكم ان انا اعرف ناس كتير قوي اتخرجت من صيدله كلينيكال واشتغلت في الكوزماتكس وقدمت نجاحات رهيبه، فده مجال من المجالات اللي مفتوحه لنا عادي، وان احنا اوريدي بناخد كونتنت كبير جدا عن الكوزماتكس والتصنيع بتاعها وكل التفاصيل بتاعتها في صيدله كلينيكال عادي. فده اوبشن متاح لينا ومفيش فيه اي مشكله، ومش بيبقى محدد لقسم معين، فسواء صيدله جنرال او صيدله كلينيكال الاثنين بيكون متاح ليهم نفس المجال عادي. في حد تاني سألني هي صيدلة كلينيكال ليها شغل خاص؟ لأن أنا كل كلامي كان بيتكلم عن المستشفيات. خلينا بس نكون واضحين إن صيدلة كلينيكال معظم شغلها بيكون في المستشفيات، لأن احنا بنحسب جرعات وبنحضر أدوية، بيكون التفاصيل الكتير دي بتكون غالبا بنأدي الخدمة دي لحد اوريدي من البيشنتس الكريتيكال اللي بيكونوا محجوزين في المستشفى، إما في عناية أو في الدور عادي أو في غرفة عادية، ولكن بيكونوا حالات كريتيكال مش الأوت بيشنت اللي بيكونوا موجودين بره عادي. فهل ده معناه ان انا مقتصره الشغل بس على شغل المستشفيات؟ لا، في بيبقى مراكز اسمها دراج انفورميشن سنتر، دي بيكون بنقدم السيرفيس دي سواء بقى اونلاين او في اماكن محدده. لو حد عنده اي استفسارات عن ادويه معينه، عن انتراكشن، لو حد عايز يراجع معانا جرعات، بنقدم لهم السيرفيس دي، فدي اوريدي بتكون اوبشن من الاوبشنز المتاحه، وبيبقى في منها كمان اونلاين. مثلا ساعات بيبقى في بعض الاطباء بيبقوا عايزين ان هم بيشتغلوا بارلل، يعني هو بيبقى بيكشف مثلا في العياده وبيكتب الروشته وبيعرضها عليك، انت بتكون اونلاين بيعرضها عليك، كل التفاصيل بتاعه البيشنتس بتكون موجوده على السيستم، وانت بتراجع له الجرعات دي وبتراجع له الانتراكشنز او التفاعلات ما بين الادويه، وبعد كده بتعمل له كونفirmation، يعني بتوافق على الروشته دي انها خلاص تمام يديها للبيشنت بكل الجرعات بتاعتها ولا لا. ده حاجه بتكون متوفره عادي في اماكن كتير. في حد سالني هو التفوق في صيدله ولا اسنان بيكونوا سهلين ولا يعني الموضوع بيكون صعب، ولا هم يقدروا يرتبوا على الدفعه بشكل بسيط ولا لا ويطلعوا من الاوائل ولا لا؟ هو ان شاء الله يعني ربنا يوفقكم وتدخلوا كل اللي انتوا نفسكم فيه وتجيبوا اعلى الدرجات وتجيبوا اعلى التقديرات. هي سواء صيدله او اسنان او اي كليه، الموضوع كله بيبقى توفيق من ربنا، ده رقم واحد. تاني حاجه الاجتهاد بتاعكم ومدى محاولاتكم ان انتوا تتعلموا بشكل احسن، وان انتوا تسعوا ورا المعلومات، وان انتوا تتابعوا وتقروا اكتر وتذاكروا بشكل احسن، وما تراكموش حاجه عليكم. ولو انتوا حابين ان انا اقول لكم طرق مناسبه للمذاكره للكليات دي، ولو عايزين تعرفوا كمان التشانلز على اليوتيوب هتساعدكم كتير جدا في تبسيط المعلومات، اكتبوا لي في الكومنتس وانا هبعت لكم اللينكات اللي فيها الحاجات دي كلها، واعمل لكم فيديو مخصص على طرق المذاكره. فلو انتم مهتمين بحاجه كده اكتبوها لي في الكومنتس. في سؤال اتكرر لي كتير جدا، وهو هل لسه في فرصه التحويل من صيدله لطب بشري؟ عايزه اقول لكم انه كان فعلا في قرار انه لو حد حابب ان هو بعد ما قضى سنتين كليه صيدله ان هو يحول لكليه طب بشري، طبعا بيكون ليها ريكوايرمنتس ومتطلبات معينه، زي ان هو يكون جايب تقدير معين، تقريبا بيبقى امتياز 3.8 الجي بي اي بتاعه، وان هو يكون طريقه التحويل، يعني لو هو كلينيكال هيتحول لقسم خاص جوه طب، ولو هو جنرال هيتحول لطب عادي، وان هو ليها يعني ريكوايرمنتس معينه. فالحقيقه معلومه زي دي لازم تتوجهوا فيها لشؤون الطلاب اللي موجوده عندكم في الكليه بتاعتكم، وتبداوا تسالوا على المعلومه دي بالظبط، لان كل كليه وكل جامعه بيكون ليها متطلبات مختلفه. فالمعلومه دي هو فعلا كان في قرار بكده، بس انتوا الاحسن ان انتوا تتابعوا مع شؤون الطلاب، هم اللي هيقدروا يوجهوكم بشكل سليم.
في سؤال كان بيتسأل لي، هل فرص العمل والمرتبات بتاع الصيدله كلينيكال مشجعه ان هو يدخل مجال الصيدله كلينيكال؟ انا عايزه اقول لكم ان المرتبات تقريبا في نفس السياق، هي بتعتمد على مدى اجتهادك والمعلومات اللي عندك وشطارتك، لان هي دي اللي بتكون فارقه بالنسبه للشخص للتاني جوه الانترفيو. ومدى طبعا الدراسات اللي انت عملتها، سواء انت عملت دراسات عليا بعد التخرج، اخدت مثلا البورد، مثلا ممكن كمان انت اخدت كورسات في الوورد والاكسل والحاجات دي كلها، لان دي كلها متطلبات لينا اثناء ما احنا بنقدم على الوظائف. مدى شطارتك في الكمبيوتر، اللغات بتاعتك، كل الحاجات دي عوامل. فما اقدرش اقول لك بالظبط المرتبات بتاعت صيدله كلينيكال عامله ازاي، ولكن اللي اقدر اقوله ان مجالات صيدله كلينيكال كتير جدا، تقدر تقدم فيها اكتر من مجال، مرتباتها مختلفه. في ناس بتشتغل فريلانسر من البيت اصلا، ولو انتوا برضو مهتمين بحاجه زي كده اكتبوا لي في الكومنتس. في ناس بتشتغل ساعات عمل محدده في الصيدليات، في ناس بتشتغل في المستشفيات، كل واحد بيبقى على حسب المجال اللي هو حاسس ان هو مناسب ليه اكتر. في بنات بتتجه لاتجاه تاني خالص، وهو مراكز التجميل وعيادات الليزر. وده من المجال من المجالات اللي بتكون بروميسنج جدا. لو في حد برضو حابب يقرأ اكتر عن الموضوع ده، فهو مجال من المجالات المفتوحة لينا. كمان في ناس بتحب قوي موضوع الريسيرش وكده، فاوريدي مجال من المجالات المفتوحة لخريجي صيدلة كلينيكال هي الكلينيكال ريسيرش، وازاي هم يعملوا بحث عن دواء معين، بحث عن مرض معين. وده من المجالات اللي فعلا مهمة جدا وليها تأثير كبير، ومرتباتها كويسة جدا. انا كده خلصت فقرة الأسئلة. لو في حد عنده أي استفسارات تانية اكتبوها لي في الكومنتس، ولا هرد عليها في أقرب وقت إن شاء الله. باي.